السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم وشرفتوني هنا على قناة المتواضعة. النهاردة هنتكلم عن أول أبطال مهاجر أو أول أبطال مصري هولندي، بس هنتكلم في حتة الجنسية دي التانية ديت دلوقتي. أول أبطال مهاجر يعمل على السفن الأجنبية وشخصية مؤثرة جدا في العمل البحري، ولابد من الأجيال الجديدة والمسؤولين تعرف عنه. أنا حاولت أبحث كتير جدا عشان أعرف إن كانت شخصيتنا النهاردة اللي هي البحرية ما زالت على قيد الحياة ولا وتوفت والمنية. في كلتا الحالتين أنا بطلب من المسؤولين إن هو يتم التواصل مع الشخصية ديت اللي أنا هذكر اسمها قدام شوية، ونتعاون معاه وناخد من خبرته إن شاء الله حتى جزء بسيط. ممكن توفته المنية يتم تكريمه، في كلتا الحالتين يتم تكريمه والاتصال بولاده ويتم تكريمه، لأن ده شرط علينا إن إحنا نوصل الأسماء البحرية، بالذات الأسماء البحرية التجارية، لأن ده جزء مننا بالنور. قصتنا النهاردة بتبتدي مع أبطال مهاجر تخرج من الأكاديمية أو من الكلية البحرية في سنة 1990. هي قصة شيقة، تابع معانا عشان تعرف. قصتنا النهاردة بتتكلم عن أبطال زكريا الديب. اللي سمع الاسم ده قبل كده هيبقى مبسوط ان احنا ذكرناه النهارده، لان كل اللي اشتغل معاه وكل اللي شافه واللي عرفه قالوا عنه كلام جميل جدا. انا عرفته منين؟ عرفته من الشركه الالمانيه اللي انا اشتغلت فيها الاول، وبدون ذكر اسمها لان ماليش حقوق ان انا اتكلم عنها. الشركه الالمانيه اصدرت مجله في سنه، انا لما رحت كانت سنه 2016 نهايه او بدايات 2017، وشفت المجلة ديت وجواها مقالة كبيرة جدا وصورة كبيرة جدا للشخصية ديت. أو من الغلاف طبعا أنت كنت شفت قبطان زكريا الديب، من أحسن الشخصيات اللي قريت عنها في حياتي في المجال البحري، فأنا حاولت أبتدي بيها. خرج معانا من الكلية البحرية. ليه من الكلية البحرية؟ لأن كان قبل كده، قبل الأكاديمية ما تطلع، كان في الكلية البحرية بتخرج ضابط تجاري بحري وضابط يشتغل في القوات البحرية، والاثنين بيدرسوا نفس الدراسه وبياخدوا نفس الرتب وفي نفس المكان. اتخرج منها سنه 69 وخلص تدريبه، ولكن هو كان ليه وجهه نظر مختلفه. ايه اللي هي؟ انا عايز اشتغل على سفن اجنبيه عالميه او اوروبيه واحتك بالعالم الاوروبي. ايه اللي وصله لكده؟ الشركه المصريه. الشركه المصريه كانت من الشركات الكويسه جدا اللي بتروح اماكن كويسه جدا وبتسافر في كل حته، فهو شاف اجزاء من العالم كانت مخفيه عنه زي اي طالب بحري، وحب المجال ان هو يبتديه من الصح. فكلم والده وبدا يهاجر. اختار هولندا وبالاخص روتردام. ليه؟ لان دي البلد الوحيده اللي في اوروبا كان فيها ميناء كبير جدا. طبعا كان في موانئ تانية كتير، ولكن ديت الميناء اللي متواجد فيه شركات كتيره جدا، وهي في نص اوروبا، ويقدر يتواصل مع كل الشركات في التوقيت ده. خد شنطته زي اي طالب او زي مهاجر وسافر ووصل روتردام وبدا بحث او رحله البحث عن العمل. زينا كلنا رحلة البحث عن العمل ما بتبقاش لذيذة في الأول، وخصوصا الناس اللي بتتعب وبتجري على الشغل بنفسها. كان في معاناة، أوقات عمالة بتعدي. طبعا هو اشتغل وبيدور على شغل، يشتغل ويدور على شغل، يروح للشركات، حاضر تعالى هنكلمك. كان زمان إن أنت بتبعت عن طريق البريد أو بتروح، فكان بيبعت برضه لشركات تانية في بريطانيا وشركات تانية موجودة في هولندا وفرنسا. ما حصلش نصيب، لحد في يوم هو رايح يبص على الجرايد ويبص على الاعلانات كالمعتاد. بص لقى اعلان، لو الناس فاكره كده في الافلام والحاجات دي، كان بتوع الصحف والجرايد بيحطوا زي كده ايه ترابيزه او لوحه كده بينشروا عليها اعلانات. فهو لقى اعلان مخفي كده، المطلوب طقم بحري كامل بما فيهم ضابط تالت وضابط تاني وكده. فانبسط جدا، قال لك يلا من ضمن الاعلانات، وراح واخد الورقه ديت وناقل فيها العنوان البريد وبعت لهم بريد: انا ارجو ان انا اعمل معاكم وبتقدم باوراقي وانا متواجد في هولندا، وده مكان الاقامه بتاعتي، واللي حبيتوا تبعتوا لي كده. وسال الناس عن الشركه. الشركه كانت معروفه ومش معروفه، لانها كانت لسه في بدايتها. هي تاسست سنه 1921 صحيح، ولكن لسه ما كانش لها باع كبير، وكان المانيا بتمر بحروب وكذا. حتى في قصتهم لما تيجي تقراها يعني، فكانت معروفه لبعض العمال ومش معروفه لبعض العمال. لكن زي اي مهاجر انا متعلق باشياء، ايا كان اللي هيجي هروح، وانا في اوروبا ومفيش حد عايز يقبلني، وبترفض من كذا حاجه وبعمل المستحيل مش لاقي. فردوا عليه بعدها بمده، انا مش فاكر المده اللي كانت مذكوره قد ايه في المقاله، ولكن هي كانت مده كبيره برضه. ردوا عليه وقالوا له: تعالى عايزين نشوفك عشان تقدم عندنا،
وان شاء الله يعني طبعا يتم قبولك. ففرح جدا وقال يا طب يلا بينا، رايح على المدينه الالمانيه بدون ذكر اسمها طبعا، ووصل لحد هناك وقدم، والغريب انه تم قبوله في الشركه دي. الشركه الالمانيه كانت في التوقيت ده بتكبر لسه، بس مش باين المعالم. حتى القبطان زكريا وهو بيحكي بيقول ان انا اول عقد ليا طلعت مع كابتن الماني عمري ما هنساه في حياتي، غير فيا كتيره جدا، وغير فيا المعلومات وطريقه التعامل وطريقه البحر اللي انا شفتها وطريقه الدراسه اللي انا كنت واخدها، ولكن انا كان عندي البيزك اللي احنا بنسميه البيزك ده اللي انا افتقدته في الشركه الالمانيه في الاول. كان هو عنده ثوابت كويسه جدا تأهله، ولكن كان في خبطات اللي انا خدتها في الاول وضعفت منها، واللي اي حد ممكن يروح شركه اوروبيه في بداياته خصوصا زمان هيلطش على طول وهيخبط مره واحده كده، ولكن مع الوقت ممكن تتعافى. فالقبطان زكريا القبطان ده اثر فيه جدا، وكانت اول رحله ليه هو بيذكر انها كانت افريقيا وكانت صعبه جدا. شاف فيه الكابتن ان هو لا ينفع، فهو كان يهمه التقرير بتاعه جدا، لا ينفع ويقدم اكتر. تخيل ان هو بعد العقد الاول طلب انه يترقى يبقى ظابط تاني، وبالفعل نزل من المركب دي رجع تاني بقى ظابط تاني، واستمرت المسيره بتاعته مع الترقيات ووصل، وكان من الناس اللي اترقت شيف اوفيسر بسرعه، وده كان مستحيل برضه في التوقيت ده. الاسطول بتاع الشركه الالمانيه بيزيد، هو بيتكلم، وصل علاقاته بالشركه اكتر، رجله اتثبتت، بدا يعيش في هولندا واتجوز في هولندا وخد الجنسيه الهولنديه واتولد ابنه. ما تعطيتش علاقته بمصر، ولكن كان بيحاول يتواصل مع زمايله واصحابه، وزي ما قلنا ان اول واحد يروح اكيد في ناس هتيجي بعد منه. بس خلينا نقول حاجه، كان في جاب كبير جدا لما انا رحت الشركه الالمانيه، كان في 6 أو 5 ضابط ثالث و4 ضابط تاني و8 شيف اوفيسر و27 ابطال. فكان بالنسبه لي ايه ده ازاي يعني؟ المفروض الصغير اكتر والكباتن بتبقى قليله، ولكن اكتشفت ان الكباتن اللي موجوده دي كانت بادئه في الشركه من الاول ووصلوا على طول، كلهم جم بعد القبطان زكريا الديب، هو المهاجر الاول منه. والراجل الثاني اللي بعد منه او القبطان اللي بعد منه انا اشتغلت برضه معاه وما زلت بشتغل معاه وهو معايا في نفس الشركه، ومن الشخصيات الجميله جدا جدا خالص. كل اللي هيجي من الشركه الالمانيه على فكره بنسبه 80% من الناس القويه والخبره القديمه هيكون كويس جدا. وصل القبطان زكريا ان هو بقى شيف اوفيسر، شافه كابتن تاني مش فاكر جنسيته ايه، قال لك بسرعه يترقى ويبقى كابتن، وطلب من الشركه ان هو يبقى كابتن ومسك كابتن. والقبطان زكريا بيفتكر ان هو اول مره مسك فيها كابتن كانت مفاجاه بالنسبه له، انه ازاي كان في ناس كتير بتقول له مستحيل تمسك كابتن، وعاش على كابتن، لدرجه ان انا شفت التعليق اللي قدامك ده من راجل سريلانكي، وفي تعليقات كتيره جدا موجوده ان الكابتن ده كان من اميز الكباتن اللي اشتغل. القبطان زكريا بدا ليه وجهه نظر، ليه معادله، احترف بشكل رهيب، انتشر اسمه جدا في الشركه، فبداوا يطلبوه ينزل على الارض، وخدوه نزل على الارض واشتغل في الشركه الالمانيه هناك في المقر. وبعد كده بداوا بقى ايه، يودوه الصين، يستلم مراكب، يودوه في اماكن تانية. كنت انا بدات ادخل في التوقيت ده وبتفرج على فيديو من الفيديوهات، لقيته راح ترندات وتوباجو في سنه 2012. انا كنت اتخرجت طبعا في سنه 2013، قصدي في 2012 كنا اتخرجنا، فكان هو في 2012 مسك في ترندات وتوباجو موقع الشركه الرئيسي. القبطان زكريا ديب كان راح هناك اسيستنت مساعد، وبعد كده هو بقى رئيس المكان، وزي ما كان في الصوره قدامك هو اللي قدامك ده. مسك الموقع ده من 2012 لحد مش عارف بقى، لان موجود على لينكد ان ان هو لحد دلوقتي بريزنت لحد الحاضر، فهل هو مسك ولا لا؟ لان انا دخلت على الموقع وشفت الناس اللي ماسكه المكان وبعت لهم محدش رد عليا، فانا مش عارف هل هو سابها او ما سابهاش. الفكره بقى ان هو كان اوبريشنال مانجر للمكان كله، بس قبل كده مسك في اماكن في الصين، مسك في سنغافوره، في المانيا، دار حاجات في الكروينج، دار حاجات في الاوبريشن مانجر، دار حاجات في الكارجو اوبريشن، دار في الترانسبورتر، دار في كل الحاجات دي كلها. فعنده كم الخبره الهائله ديت، ازاي ما نستفادش منه؟ ازاي ما نوصلوش؟ ازاي ما نعرفش حاجه زي كده؟ هل هو ده اخر الناس؟ لا. عايز اقول لك ان في 3-4 شخصيات من ضمنهم شخصيه كانت سابقه، لكن انا بحبه جدا، ابن الاسماعيليه اللي انا هحكي عنه، ولو هو بيشوفني انا بقول له انا نسيت كل حاجه ومش زعلان ولا عندي اي مشكله، ولكن انت تستحق برضه حد بشخصيتك، حد بقوتك، حد بمجالك. على فكره القبطان ده
اللي انا هحكي قصته ابن الاسماعيليه ان شاء الله باذن الله يعني قريب. كان من الناس اللي انقذت موقف من المواقف 3 مرات في الاداره البحريه. وانا عايز اقول حاجه، انا سالت زمايلي كلهم عن ايه اكتر حاجه بتواجهك صعبه في البحر. هل هو الشغل البحري، العمل البحري، الضغوط، البحث عن العمل، الدورات، التفتيش، الشهادات، كل ده. كانت مفاجاه بالنسبه لي ان من ضمن الحاجات القويه جدا واللي خدت نسبه كبيره جدا اليوم اللي بنروح فيه للتفتيش البحري. انا واحد من الناس قال التفتيش البحري، السلامه البحريه، الاداره البحريه، اليوم ده بيبقى يوم صعب ويوم عكننه ويوم مش ممكن. فخلينا نتكلم بقى عن الموضوع ده قريب جدا. فكان القبطان ده برضو اللي انا حكي عنه هو انقذ موقف في 3 حاجات، وكتب 3 حاجات مهمين جدا، وبعت ايميلات للاداره البحريه عشان شهاداتنا كانت تتعدل طبقا للاتحاد الاوروبي وطبقا للSTCW وطبقا لحاجات كتيره جدا. فتخيل ده مثال واحد، ما بالك بقى القبطان زكريا عمل ايه؟ ولا الناس القديمه لما تسمع الاسم ده هتعرفه. هو صحيح خريج النيفي كوليدج، بس هو اصلا بينتمي لينا كبحاره تجاريين لان هو من اصل بحاره تجاريه. قبطان زكريا الديب من الحاجات القدوه اللي هو فيها ان كل ما هتسال واحد من الناس اشتغل معاه يقول لك الديب كانت احلى ايام على المركب وكانت احسن وامتع ايام. واحد سافر من اسكندريه بحلم، فرح اهله بيه ووصل لكل ده. صحيح معاه الجنسيه الهولنديه، وانت لو جيت بصيت هنا في الPDF ده اللي هيظهر قدامك اللي انا ذاكرته لك كده، هتلاقي الماستر الديب زكريا نيذرلاند دخل سنة 70 في يوم 10/9 بدأ حياته هناك البحرية لحد ما قفل خالص. وعلى فكرة كان راح برضه الفلبين مرة عشان الكروين وزار حاجات كتيرة جدا. تخيل ان المجلة اللي انا بدور عليها لو حد لسه شغال في الشركة الأمنية، انا عارف الناس عارفة انا بتكلم عن ايه، ممكن يبعت لنا المجلة ديت اللي فيها المقالة ونعرف مين هو القبطان زكريا. طبعا في الترندات وتوباجو كان من الحاجات الحلوه ان هو اتصور مع رئيس ترندات وتوباجو لما راح زارهم في الموقع اللي المشروع عملته الشركه الالمانيه هناك اللي بتعمل مشاريع كبيره جدا والشركه بتكبر. هنتكلم على امثله طبعا عربيه وعلى المثال السعودي البحري لابد ان احنا نتكلم عنه اللي هو ناجح جدا، ولابد ان احنا نغار من حاجه زي كده. انا فخور ان في حاجه في السعوديه بتحصل بالطريقه البحريه الكبيره جدا ده، لان دي تنميه قاطره مش ممكن يعني نتكلم عليها قريب. بسم الله ما شاء الله، عندنا شخصيات كويسه جميله جدا. ايه اللي خلاني رحت للحته ديت؟ ان انا شفت واحد اسواني وسوداني كانوا بيتكلموا عن البحر بطريقه هايله جدا، فقلت ليه ما اتكلمش عن الشخصيات البحريه المؤثره، من ضمنها القبطان زكريا الديب. احفظوا الاسم ده قوي عشان هنتكلم عنه حاجات تانيه. وهو فعلا النمر الاسود بتاعنا، وهو المهاجر الاول وهيفضل المهاجر الاول حتى لو كان في حد قبل منه، لانها قصه فعلا تستاهل. حد وصل، حد قدر، سحب وراه مصريين كتيرة جدا، قدر يدخل في المجال، قدر يدخل من أكبر شركة في العالم دلوقتي حاليا، وصل لنا رسالة ولكن هي محدش عارفها. هنتكلم عنه، هنتكلم عن القبطان جمال مختار، وهنتكلم عن كل قصص الشخصيات، ولو حد يعرف حد بس يكون حد فعلا أثر وكان فاصل في حياتنا البحرية. شوفوا فيديوهات تانية كتير، وأتمنى تكون قصة القبطان زكريا ممتعة ليكم ومثال وقدوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.